تعالوا بقى هقول لكم النهارده عملت ايه. النهارده نزلت السوق علشان اشتري سمك. طبعا انا بحب السمك المشوي قوي، فنزلت النهارده علشان اشتري سمك مشوي. وانا بشتري السمك لقيت الخضار اسعاره حلوه قوي. الخضار بجد رخيص قوي وحلو قوي، يعني البصل ناشف كده واحمر وجامد وحلو قوي. الطماطم خطيره بجد بجد خطيره. كمان الخضره اللي كانت في الصيف كده غاليه قوي، لا النهارده الاربع ربطات او الاربع وحدات ب5 جنيه بس. جبت بقى الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، طماطم زي السكر يا بنات. طماطم حلوة قوي، شكلها خطير قوي، عاملة كده زي التفاح. الطماطم زي السكر، مسكرة، طعمها حلو قوي وكمان رخيصة قوي. يعني انا اول ما نزلت السوق كده لقيت الطماطم الراجل كاتب عليها كده 5 جنيه، فقلت كويس. وللأسف كانت غالية يعني عارفين كانت برضو غالية، لكن لقيتها في السوق شوية جوه ب3 جنيه ونص. والله البصل بقى كان خطير برضو. البصل احمر وناشف وجامد كده وحلو قوي، وبرضو مش غالي، يعني الخضار بجد رخيص قوي. دول 2 كيلو بصل ب25 جنيه بس. والله رخيص قوي. البصل برضو عجبني قوي وكمان رخيص، فجبت بصل. وبرضو قلت اهو ينفع يبقى معايا طول الاسبوع. كان عندي خضار في التلاجة، بس انا جبت الحاجات ديت برضو، قلت كده ماهيش غالية وتنفع برضو ونكمل بيها ان شاء الله الاسبوع. الطماطم بجد خطيرة، عاملة كده زي التفاح. البطاطس بقى بطاطس آلية، هو بيقول لي بطاطس آلية. البطاطس الآلية دي بقى جميلة قوي. ال2 كيلو ب15 جنيه بس. جبت كمان الخضرة 4 ب5 جنيه، 4 كبار يعني مش صغيرين. عارفين الخضرة ممكن تتفرز في الأيام دي تبقى جميلة قوي، علشان بندوخ عليها في الصيف مش بتكون موجودة. كمان الليمون، جبت ليمون ربع كيلو ب15 جنيه. الليمون هو غالي شوية الأيام دي، بجد الليمون غالي، يعني الكيلو ب60 جنيه. أنا جبت ربع بس علشان طبعا بيبوظ وبيبقى مش حلو يعني لو قعد فترة طويلة. فأنا جبت ربع كيلو بس ب15 جنيه الليمون. لكن هو الكيلو ب60 جنيه. الخيار بقى حلو قوي، الخيار البلدي بقى الصغير اللي هو الصابح الجميل ده، ورخيص قوي. يعني انا اتفاجئت ان الخيار رخيص قوي، الكيلو ب10 جنيه بس. والله الكيلو ب10 جنيه بس. جبت بقى الخيار، جبت كيلو وملحت شوية خيار علشان السمك طبعا. و كان حلو قوي. البطاطس بقى بجد رهيبة، ممكن ان احنا نفرزها في الايام دي، لانه البطاطس دي بقى علشان الآلية، وكمان نوعها حلو قوي، والاكتر من كده ان هي رخيصة قوي. يعني البصل رخيص قوي، البصل الاحمر الحلو ده الجميل. طبعا انا بفضل البصل الاحمر، عشان كده اشتريت منه، مع ان انا عندي في التلاجة بصل، بس انا اشتريت بصل تاني لانه لقيته سعره رخيص قوي. فقلت وليه لا ان احنا نشتري بصل كمان، مفيش مشكلة. فجبت 2 كيلو ب25 جنيه بس. ده البصل. الطماطم بقى يا بنات وهم بجد خطيرة، الطماطم حلوة قوي. شايفين عاملة ازاي؟ شكلها حلو قوي بجد شكلها كده جميل قوي. انا بفرز الطماطم جامدة زي ما هي، مش بحبها خالص صلصة. يعني انا بصراحة مش بحبها صلصة. لو هتفرزوها تحطوها كده في الفريزر جامدة زي ما هي. الخضرة برضو رخيصة قوي، قلت لكم الاربعة ب5 جنيه بس. وممكن ان احنا نفرز الخضرة في الوقت ده لانها رخيصة قوي وكتير قوي، يعني في الصيف بتبقى قليلة قوي مش بنلاقيها اصلا. لكن ان احنا نلاقي الخضار بالحلاوة والجمال. وبصوا رخيص كمان، يعني الخضار رخيص قوي بصراحة. انا اتفاجئت. طبعا اتفاجئت باسعار الخضار لانه رخيص قوي واحنا داخلين كده على رمضان. بس هو الخضار في الشتاء بيبقى حلو قوي، يعني بجد الخضار بقى في الشتاء بيبقى كتير وبيبقى حلو كده، ودايما تلاقيه كده طازه في السوق يعني. ف يعني الخضار بصراحة كان حلو قوي ورخيص قوي. فجبنا كده شوية خضار مش كتير نكمل بيهم بقى الأسبوع. وبصراحة أنا مش بحب التفريزات ومش بحب أفرز الطماطم صلصة ولا كلام من ده. أنا بحب الحاجة تبقى صبحة معايا اليوم بيومه.
بس جبت شوية حاجات كده هتتحط بقى في التلاجة، وانا بحط كل الخضار في التلاجة، حتى البطاطس اي حاجة بحطها في التلاجة. دي كانت شوية خضار كده اشتريتهم، وحبيت اقول لكم على الاسعار. لو الاسعار عندكم غير كده يا ريت تقولوا لي الاسعار عندكم عاملة ازاي، زينا كده ولا الاسعار اغلى او ارخص، مش عارفة. ابقوا عرفوني. عموما بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.